اليوم نتحدث عن الجهل. نعم، الجهل. لقد اتهمت الكثير من المرات في حياتي بأني جاهل، وشيئا بعد شيء كبر هذا الشيء بداخلي وأصبحت أن أصدق إني جاهلا، ومع الممارسة وقد أصبحت من أعظم الجهلاء الذين مشوا على الأرض، الجاهل العظيم. وبما أني في حقل الجهل لدي كلمة أو كلمتين عن الجهل، كونه حقلي وبيتي ومدرستي. هناك طريقتان لكي تصبح جاهلا قويا وعظيما أنت أيضا. دعني أشارك معك. أولا، أن تكون معاديا للعلم بكل صنوفه وصفوفه وأنواعه من كل الاتجاهات. لا ترى العلم ولا العلم يراك. الفت بالك على أي شيء له صلة بالعلم. والشيء الثاني، أن تكون مضادا للنضج، أن لا تكبر في عقلك وتبقى كما أنت، الطفل المدلل في الحديقة يأكل الحلقوم والجبس ويشرب عصير التفاح. جرب وسوف ترى. هذه الطريقتان سوف تجعل منك جاهلا عظيما، وسوف تتوارث منك الأجيال هذا الجهل، وسوف يبقى معكم إلى الأبد. شكرا لكم. جرب اليوم وسوف تصبح من أعظم الجهلاء على الأرض. كن معاديا للعلم وضد النضج. بوم.